هيدي سيارتي صار لها معي 5 سنين، بس طالما انا هلا صرت يوتيوبر فلازم اجيب لامبورجيني اكيد. حيلا شخص طبيعي بيروح على معرض سيارات، بيدفع مصاري، بياخد اللامبورجيني بيروح على بيته. بس انا شخص مش طبيعي، انا شخص مجنون، بس انا كمان شخص ما معي حق لامبورجيني، فاللي رح اعمله هو نحول هالسياره لاحلى لامبورجيني بالعالم. ومش بس هيك، رح سوقها على الطريق كمان وشوف ردة فعل العالم. هلا اذا نطلع على سياره اللامبورجيني بنشوف شغلتين اساسيين، الموتور والميكانيك وكل شيء بخليها تمشي مثل سياره طبيعيه وشكلها، وهون اللعبه تبعنا. اللي رح اعمله هو ابني هيكل ام جسم شكله مثل سياره اللامبورجيني وحطه فوق سيارتي. اول خطوه هي انه ادرس جسم سياره اللامبورجيني والديزاين تبعها، تعرف كل التفاصيل وعارف كيف بدي طبقها على سيارتي. بس هون وقعت باول مشكله. في سبب ليه اللامبورجيني هالقد حلوه ومرغوبه، لان شكلها فريد من نوعه ومعمول بدقه عاليه، مش حيلا حدا فيه يطلع عليها ويروح يعمل هي ذاتها. فطلبت خدمه من شخص يعطينا اسرار داخليه من شركه لامبورجيني. الو مرحبا. مرحبا، معك شخص مسؤول عن الاسرار الداخليه تبع شركه لامبورجيني ذاتها، كيف في يساعدك؟ بدي اعزمك بدي دليل تصنيع جسم لامبورجيني كله مع القطع وكل شيء. بدك شيء بعقلك؟ ليه بدي اعطيك اياهم؟ فانا يوتيوبر معروف. انت اسامه مروه؟ لا. ابو الروب؟ لا لا ما تقول لي انت المايسترو. لا انا كمال نعمه. مين؟ كمال. لا اوكي بليز عايزهم ضروري بليز. اوكي بس اوعى تقول لحدا. ايه اكيد ما حقول لحدا اكيد. يلا صاروا عندك. ميرسي. وهيك صار معي اسرار جسم اللامبورجيني اخيرا وصار فيي بلش الشغل. بس انا وعم بتطلع اكثر على الخريطه لقيت انه اذا بطبقها هي ذاتها بتطلع سيارتي كبرها 60 سم. فمن بعد شويه حسابات طلع انه لازم كبي الخريطه 6 مرات ونص تطلع قد سيارتي. فضيت اوضتي تجهز الساحه للشغل. مثل العاده رح استعمل كرتون لكل شيء، في عندي حب للكرتون ما بيخلص على هالقناه، مش معقول. جبت بروجيكتور وكبرت الخريطه قد الحيط كله تيزبط القياس على سيارتي. وهيك بكون بلشت رسميا بالشغل. اول خطوه هي انه انسخ كل القطع اللي اعطيني اياهم على شقف كرتون. كل شقفه عم نسخها مثل ما قايلين لي، مع انه ما عم بفهم شيء من اللي مرسوم، بس انه عم اشتغل بامل تطلع النتيجه حلوه. انا اكيد من حساباتي والقياسات حيطلعوا 100% صح. الفكره هي انه القياسات طلعوا شوي غلط. هيدا الفيديو ما كان لازم تشوفوه، بس انه بنكمل. شو ما لازم تشوفوه؟ انت عم تعمل مونتاج، انت حطيته. ما تقول لهم يا خيي. اوكي الحياه حلوه وانا عم برسم شقف سيارتي المستقبليه. كل ما ارسم شقفه اول شيء بفكر فيه انه هيدي شو خاصه باللامبورجيني، هاي وين محلها وين تركب وشو ليه هيك شكلها. بس انا ماشي على خطه اعطاني اياها شخص كثير مهم من شركه لامبورجيني، فلازم اوثق فيها. الشغل كان كثير متعب وكثير عم ياخذ وقت. كل شقفه لازم تنرسم بدقه، لان الكتالوج معمول انه كل شقفه صغيره بتنتعج بطريقه تتركب مع شقفه ثانيه على القد ويطلع الشكل المضبوط. فما كان في وقت للتسليه ابدا. اوكي في تسليه شوي، بس انه بشرفكم ليكوا شو مهضومه. فاذا من بعد 16 ساعه رسم اخيرا خلصت 19 صفحه من اصل 39. المهم خلص الكرتون اللي عندي بالبيت كله، بطل فيه شيء اسمه كرتون بالبيت، وصلت الساعه 3 الصبح اصلا، فحكمل بكره ما حكمل اليوم. بس المهم انه سيارتي حتصير احلى لامبورجيني بالعالم، وهيدا الشيء الضوء هون امانه. وهيدي صورتي انا وصغير بس على كبير، ما بعرف ليه حبيت احطها هيك على الحيط. وهيدي قناتي على اليوتيوب مثل ما بتشوفوا عندنا 389 الف سبسكرايبرز، بدنا نوصل لمليون، فاشتركوا بليز. بشوفكم بكره. بلش النهار الثاني وكملت الشغل تأرسم اخر قطع سيارتي وبلش بالمرحله الثانيه. عم تتخيلوا قد ايه هين الحياه؟ انا بدي لامبورجيني، بدل ما اصرف 200,000 دولار في اعمل وحده انا من كرتون وحط لي 200,000 دولار بجيبتي، يعني قد ايه حلوه الحياه. واخيرا من بعد كذا ساعات وايام من الرسم خلص رسم والكراتين لحن هون. وهون مثل ما تشوفوا في عندي 55 شقفه كرتونه كل وحده عليها قطع سيارتنا الجديده، راح لازم ينقصوا يعني. وراح اعطيكم سنتين تحذروا مين راح يقصهم. 1 2 انا راح اقصهم، في عندي بعد 4 ايام شغل. صار وقت القص. هيدي العملية كمان اخذتني شي يومين، لان غير القص بس بدي انتبه على محلات ما بده ينتعج الكرتون وياخد شكل الجسم تبع اللامبورجيني، يعني كل قصة لازم تكون دقيقة 100%. عندي كتير شغل ما كنت عم لحق حتى حك براسي، فقررت انه اخذ بريك. هدول هن شقف سيارتنا اللامبورجيني، وهدول كلهم الكب، يعني القصص اللي الكب اكثر من الشقف، مو بعرف وين بحط كل هولي. بس المهم انه بعد عندنا بس شيء 6 7 كراتين وبنخلص وبلش تجميع. وهون كملت قصيت باحلى طريقه بعرف، قصيت احلى قص بحياتي التاريخ رح يشهد عليه، قد ما دقيق وسلس وجالس. اخترب الطاوله من بعد القص يعني، بس انه مش مهم.
واخيرا خلصت كل القص وشقف لامبرجيني تبعي رح هي هون. هلا اكيد عم تفكروا كمال هيدا الشيء كيف رح يصير لامبرجيني؟ صراحه ما بعرف، يعني انا هيدي اول مره ببلش شكك بالموضوع. هيدا الشيء بده يصير لامبرجيني خيي، وغير كيف بده يصير لامبرجيني كيف بده يصير على سيارتي. بس لازم نوصل من العمليه ونوصل بالشغل اللي عم نعمله. بس هلا انا وين بدي انام؟ هلا صار وقت التجميع، كل شيء قصيته بده ينجمع مع بعضه تيصير شكل اللامبرجيني. بدي الحق الكتالوج اللي وراي على القد، ان شاء الله ما اكون غلطان بشي رقم، لانه اذا غلطان شوي بالحسابات بس كل الشغل رح يعان. يعني تخيل اجمعها كلها وتطلع اصغر بكثير من سيارتي. اوكي، اول شيء بدي اقطع الصفحه رقم 2 و3. اوكي، بعتقد هاي حتكون مشكله. ما بعرف وين بدي الاقي هلا قطع صفحه رقم 2 و3 تحت كل هولي. ثانية، هات 3. اوكي، اللي عم بيصير انه قدامي في ارقام القطعه اللي قصيتهم، والزياح بفرجوني كيف اقطعز وكيف لازم لزق القطعه مع بعضها. بس اللي ما عرفته انا هو انه الكتالوج اللي انا عم بستعمله بده كتالوج هو نفسه تافهمه. يعني كل شقفه كنت عم بتطلع عليها ساعه قبل ما افهم كيف لازم اعملها. بس بالاخر مع شويه تحليل قدرت استوعب وبلش احط الشقف مع بعضها. اول شيء كان بدي اخلص بوز السياره كله، مثل ما عم تشوفوا قدامكم الشكل دغري بلش يبين من اول ما لزقت كم شقفه. الشيء الوحيد اللي عتلان همه بس هو القياسات. اوكي، بعتقد عملت مشكله، ما انتبهت انه اوضتي ما بتساعد سياره لامبرجيني بكبر طبيعي. يعني هذا بوز السياره، يعني ربع السياره بس، بعد في 3/4 الباقيين واوضتي مليت، ما في محل بقى اشتغل. فاللي عم فكر اعمله هو انه الشغل دغري على السياره. اليوم ما بقى في اشتغل لانه مستحيل يساع شيء، ما بقدر لزق حتى. اوكي، هلا الشغل المزبوط بلش. كل شيء قطع رسمتهم وقصيتهم لازم يركبوا هلا على السياره اللي وراي. هلا مثل ما شفتوا بلش بالبوز، حطيته شوي، بس في مشكله هلا بخبركم شو هي. المشكله انه قياس طلع كثير صغير، يعني هيدي المفروض تغطي كل البوز، مغطيه انجا ربع، مع انه مبين كثير حلوه، بس انه في هون كله بقى مش مخبى، فبدي غطي هون كله بكرتون جديد. بس انه على الارجح هيك حتكون. اول عمليه هي نلزق السقف، نلاقي السقف من هون القطع. قررت نقل اللون الاصفر لسيارتي، وبلشت اول شيء بالبوز. هيك سيارتي بتضوي على الطريق وبتعمل العالم اللي عم يطلعوا ما يعرفوا انه هاي لامبورجيني من كرتون ويفكروها حقيقيه. فكره حلوه. لكن السبراي نشف، بلش بتجميع الشقف اللي رح يركبوا على السقف مع بعضهم. هاي كانت عمليه سهله كتير. رجعت رشيت السقف كمان ونطرته تينشف. قبل ما ركب السقف لزقت البوز على السياره. هلا جوجل قال لي انه السيليكون على سيارتي ما بيأثر، ما رح ينزع السياره. ان شاء الله يكون جوجل معه حق وما اضطر ادفع $500 حق دهان جديد. شقفه ورا شقفه والسياره عم تتحول شوي شوي. من بعد ما لزقت البوز بلش بالجوانب والشقف اللي رح يركبوا على الباب. الشغل ماشي حاله هلا تمام، بس في بريك فواكه من عند امي، بس ما بتبين على الكاميرا. مش مبين على الكاميرا، استحيل. هلا انا عم ركب القطع اكتشفت شغله، القياسات ما طلعوا غلط، بس طلعوا غلط على سيارتي. لان سيارتي كبيره وانا ما اخذت بعين الاعتبار تعجيت سيارتي وشكلها هي نفسها، في كتير شقف ما كانوا عم يركبوا. فالشغل انا كملته ارتجال وحسب كيف انا عم بتخيل شكل السياره، ومش كتير لحقت الكتالوج اللي عندي، فهالشي صعب العمليه وطولها زياده عن اللزوم. لو ركبت القطع على جنب كانت طلعت 100% لامبورجيني، بس انا هدفي سوقها على الطريق، مش هدفي حطها واطلع عليها. فكملت شغلي للصبح ما وقفت لان الشتاء جاي، بس انا بدي اتحدى الطقس والمناخ وممنوع تشتي على سيارتي. سامعين هذا الصوت؟ عم تشتي، عم تشتي على سيارتي المعموله من كرتون. مي على سيارتي من كرتون. اوكي، من بعد تشتيت امبارح نزلت اطلع على الضرر اللي انحل على سيارتي، والحمد لله ما كتير، مع انه الكرتون صار شوي هيك متعوج زياده عن اللزوم. يعني بعد الشكل الاساسي موجود. هيدي الشقفه هون انقطشت لحي هونيك، بدي ارجع اركبها، وهيدي الشقفه انقبعت بدي ارجع اركبها، وهلا بدي اخلصها على الاخر اخر اخر كمان انزل بسوق على الطريق. واخيرا اللامبورجيني تبعي صار جاهزه. لامبورجيني موديل 2024 توين توربو في 12 2.16 شي شغله. هلا صار وقت ننزل نشوف الفخامه والقوه على الطريق ونشوف رد فعل العالم. خلينا نسمعكم صوتها، اكيد صوتها هو اللي بيحكي لانه هيدا صوت اللامبورجيني الحقيقي. مع انه في اشاره حمراء، بس هو اللامبورجيني ما بتوقف على اشاره حمراء، بس انا حاحترم القانون. مش اذا معي سياره فخمه يعني انا فوق القانون. دايما خلوا هالشي براسكم.
صح منيح. عملنا عجقة بالطريق. تعمل سباق سباق. ووم ووم. حلوة سيارتي؟ عزوقك؟ وهيك نكون عملنا لامبورجيني من كرتون. العالم على الطريق ما كانت عم توقف تتطلع والكل كان منبهر بالسيارة. هلا هي منا مثالية 100%، مش لامبورجيني حقيقية، وصار كم غلطة تنعملها لامبورجيني من كرتون. بس مش مهم، حتى العالم على البلاكين عم تتطلع. بس المهم تعملوا الشغل اللي براسكم بالحياة، مش كل شي حيكون 100% مثالي. عبالكم تعملوا لامبورجيني من كرتون وتسوقوها على الطريق، اعملوها، ما حدا له معكم. اكيد خدوا بعين الاعتبار القانون السير يعني وحوادث والخبر، بس انه فهمتوا شو قصدي. في صفة على الباب؟ في صفة على الباب هيك؟ لامبورجيني أهم موتور. ما قبل يصفوا لي إياها. واهم شي بالحياة ما تنسوا تشتركوا بالقناة. شوفوا بغير فيديو.